هاي كوينز ومرحبا بكم في فيديو جديد. وصفة اليوم هي البانكيك البغرير تاع الامريكان. وصفة سهلة وسريعة ومثالية لفطور الأطفال والعزومات الراقية والحفلات. ونبدأ على بركة الله. عندنا هنا كل كأس حليب تجي حبة بيض، 2 ملاعق سكر، نصف ملعقة كبيرة من الزبدة أو المارغرين، نصف ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات، ونصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم، ملح وفانيليا، وكأس وربع من الفرينة. هنا الفرينة ديروا في الكأس الأول والباقي تضيفوه تدريجيا وأنتم تمزجوا في المكونات، لأن الفرينة تختلف من نوع إلى آخر. أهم شيء أنه القوام يكون شبيه بقوام الكيكات، خفيف شوية فقط عليها. وبعدها في مقلاة صغيرة، هذا أصغر حجم مقلاة متوفر عندنا في الأسواق، نسخنوه مليح ونضع عليه كمية من العجين وعلى نار عالية. كي تشوفوا في الحاشية البانكيك بدأت تنشف وبدأت تظهر عليها فقاعات خفيفة، تقلبوها بسباتول، وما لازمش تخلوها تكون فقاعات كثيرة كما البغرير لأنها تخسر لكم الشكل. وهنا بعد ما طيبت الكمية كاملة اللي عندي، جاتني 11 حبة بانكيك، نجول لأهم مرحلة وهي مرحلة التزيين. وتبقى التزيين اختياري على حسب الذوق وما هو متوفر عندكم في المنزل، وايضا على حسب المناسبة. انا الان نعطيكم افكار خفيفة فقط وكل شخص الذوق تاعو من بعد. وكنت زينتها بمربى الفراولة وشوكولاتة تختينية شوية فواكه وسكر بودرة. هذه هي بالنسبة للتزيين الفردي. أما بالنسبة للتزيين الخاص بالبرانش والعزومات وأعياد الميلاد وكذلك لأصحاب المشاريع، واللي تعطي لمائدتكم تنوع ألوان وفخامة ورقي، أنا وضعت هنا بانكيك في الوسط وزينت الأطراف بالفواكه. تقدروا تستعملوا أي نوع فواكه عندكم. أنا كان عندي العنب، فراولة وموز وبرتقال. ورشيت السكر على البانكيك نفسها، ووضعت حبات من الفراولة مقطعة لتعطي اللون، ووضعت شوكولا ومربى الفراولة في الأطراف. وهنا أنا عندي جوليان البرتقال والليمون. من بعد نحط لكم الوصفة واللي تمد لون جميل الشكل نهائي وكذلك ذوق رائع. وهكذا كانت وصفة اليوم سهلة وسريعة، إن شاء الله تكون نالت إعجابكم وتريحكم في فطور مستقبلا. ونتلاقوا في فيديو جديد من يومياتي، ودمتم في رفاهية والسعادة. بسلامة.